السلام عليكم اخوتي وخواتاتي ومرحبا بكم في فيديو جديد من سلسله منزل التعويضه. كنتمنى تكونوا في صحه جيده ومرتاحين في حياتكم، وبلا ما نطول عليكم سيروا لشي بلاصه كتعجبكم ديروا الكيت، وما تنساوش الا عجبتكم القصه ديروا لايك كومونتير باش نعرفك دزتي من هنا. ويلا نبداو. البواب. ما عمري غنسى داك المنظر اللي شفت داك النهار. ادم مطلب دماياته وهو كيبكي وهو مصدوم، والدموع ديالو مخلطين بالدم في وجهه في واحد المنظر عجيب. ما عمري غادي ننسى داك النهار اللي شفتو جاي عندي هو كينهج ومخلوع مع عشيرو حسن السعداني، وهما هاربين من الباب ديال الفيلا والشعر ديال راسهم واقف من الخلعه. وبلا ما نكذبوا على بعضياتنا، هذا راه تصرف طبيعي، حيت اي واحد غادي يشوف هذاك الحنش الابيض غادي يدير بحالهم ولا اكثر منهم كاع. وداك النهار اللي شفتهم فيه في داك المنظر تفكرت ولدي محمد، تفكرتو في داك النهار اللي كان شادو الخوف مور ما شاف داك الثعبان الابيض، نفس الثعبان الابيض اللي كان خرج ليهم في البيت. ولدي محمد لسوء الحظ ما قدرش يهرب بحالهم، وبطبيعه الحال انا عارف شكون كاين لداخل، عارف شكون هو داك الثعبان. ما يكون غير هو، شكون من غيره اصلا يقدر يدير هادشي كامل؟ ما عرفتش واش ندعي معاك ولا ندعي فيك بهاد الورطه ديال اللي دخلتيني فيها يا ولد السعداني. كنت عارف ومتيقن بلي راه داكشي اللي بديتو ما غاديش يسالي كاع. بقى مكالمي لواحد السنين وصحاب ليا فيهم بلي راني مرتاح، ولكن في الاعماق ديالي عارف بلي راه داكشي اللي شاركت فيه واحد النهار غادي يجي وخصني نتحمل العواقب ديالو. هاد الدار القديمه، هاد الدار القديمه اللي قدامنا دابا خدم فيها جدي من الوالد، وكان عزيز عليه الجد الاكبر ديال عائله الخولي، واحد المعزه كبيره بزاف. كان واحد الجد اللي تقي وواعر بزاف، كان عنده بزاف ديال الخدام من الجن المسلمين. هادشي اللي كان مشهور به ما بين الاهل ديال البلاد كله، ولكن عمره ما اذى شي واحد كاع. كان كيستخدم الجن غير كيحيد به الاذى وصافي، وبعض المرات كان كينكر اي علاقه ليه بهذا العالم هذا. هادشي اللي كنت كنسمعو من عائلتي فهاد السنوات كاملين اللي دازو، كانوا كيخافوا اصلا غير يجبدوا هذا الموضوع اللي عنده علاقه بالعوالم الاخرى. كبرت وورثت هاد الخدمه والحراسه ديال الفيلا من الوالد اللي ورثها على باه. ما كملتش قرايتي وانا مقهور، واخا كنت قادر نوصل بعيد فيها. كنت بعض المرات كندخل للفيلا وكنراجع دروسي في شي وقيتات مختلفين فاش ما كيكونوش موالين الدار. بعض المرات كان كيحصلنا الوالد وكيحضرني وكيقول لي ما تبقاش بوحدك في الفيلا خصوصا في الليل. كان هادشي كافي باش نفيق واحد الاسئله في العقل ديالي. تجاهلتهم لشي سنوات ودازت الحياه في هدوء. مات الوالد وتبعته الوالده، وفي هاد النهار هذا كنبغي ندعي معاهم بالرحمه، الله يرحمهم. تزوجت ورزقني الله بواحد الولد سميتو محمد، وكنت فرحان بزاف النهار اللي تزاد فيه. كان الاب ديال ادم كيعيش في الامارات وما كيجيش كاع، ولكن فاش تزوج ولا كيجي مره للفيلا، شي زيارات سنويه قصيره. ما كانش كيعاني من شي حوادث غير طبيعيين بحال جدو. دازو سنوات مكالمين فواحد الكالم مغشوش. هاد السنوات ما ديتش في داكشي اللي كنت كنسمعو وكنشوفو في الليل. كنت مخلوع انا ومرتي في الاول، ولكن من بعد ولفنا هادشي اللي كيوقع. كنت باغينا نستقلوا على هاد الدار هادي باش نربيو ولدنا ونعيشوا حياه طبيعيه بعيد على هاد الحوادث اللي كيوقعوا وكنشوفوهم بعينينا وكنسمعوهم بودنينا. ولكن انا الفضول كان هو العدو ديالي الاول. بقيت كنراقب داكشي اللي كيوقع كل ليله، ضو خفيف كيشعل كل ليله مور منتصف الليل، وواحد الخيالات كيمشيو وكيجيو في حريه. الصوت ديال الضحك كيجينا بعض المرات من البلكونات. الاهل ديال القريه كانوا كيقولوا باللي راه الروح ديال الحاج الخولي الكبير، ولكن فاش بديت كنسول وكنقلب في سبيل المعرفه اكتشفت باللي راه ما كانتش هكاك. كنت مكلخ وضعيف، تصورت باللي راني قادر نواجه اي حاجه، ولكن انا ما كنتش مؤهل. ما كنتش بحال الوالد محافظ على الصله ديالي بالله. وخا هادشي عمت في العلوم ديال السحر. قلبت في الكتب اللي جبتها من عند واحد التاجر ملعون بالقاهره، قريتها بعنايه وتعلمت منها كيفاش السبيل باش نتحكم بالساكن ديال داك القب. داك القب والسفلي هو اللي كان مسكون في ديك الفيلا كامله. كتبت شي طلاسم في الجدران ديال الفيلا، ولكن كان الموضوع كبير على هادشي بزاف. انا صحاب ليا بلي راه هذوك الطلاسم غير كذوب وما كنت فاهم حتى شي حاجه. نهار ديال عيد ميلاد ولدي محمد الخامس، قلت الوالده ديالو اللي كانت قريبه تولد ولدنا الثاني باش نديروا له عيد ميلاد بحال الناس الكبار في الفيلا ونعرضوا على صحابه، ولكن هي ما ارتاحتش لهاد الفكره حيت كانت كتخاف ديك الفيلا. ولكن انا بقيت مصر على هاد القرار ديالي حتى درناه. هادشي باش نلبي الطلب ديال ولدي الصغير، حيت كان هو متعلق بيا بزاف، وحيت انا فيا واحد العاده اللي خايبه وهي انني كنهضر بزاف. بقيت كنهضر هنا ولهيه وحتى وصلت اخباري لعائله السعداني. هو صيفط لي علي السعداني باش نتلاقاه،
وانا نمشي عنده. كانت العلاقه بيني وبينهم سطحيه بزاف. تلاقاني وجلسني في الصالون عنده في واحد الود ما عندوش تبرير. جلسنا بجوج كنشربوا اتاي وحنا كنهضروا على احوال ديال البلاد. شويه هو تقاد في بلاصتو ولح قدامي واحد الرزمات ديال الفلوس. هو يضحك بلا تعليق، يعني يبداو كيزيغو جهه الفلوس. شفت فيه وضحكت، تمنيت باش يكون هاد الفلوس هادو ديالي، ولكن شنو هو المقابل؟ سولته الابتسامه ديالي مازال منوره على وجهي. قلت له شنو هاد الفلوس هادي الحاج؟ قال لي هذه فلوس عيد ميلاد ولدك محمد، ياك انت ديروا له الفيلا، يعني تقام عليك غالي. تخلعت وبديت كنهضر بصوت مرعد، ولكن خاصني حتى نتشاور مع موالين الدار. ضحك الراجل واحد الضحكه اللي خلاتني نحشم، حيت عرفتو عارفني كنكذب عليه، وهو يقول ماشي مشكل، اعتبرهم بورفوار من ولدي حسن لي الله تزاد. قلت لي الله يبارك فيه ويحفظه لك الحاج. ما كنتش باغي ناخذ الفلوس، ولكن عيني كانوا ياخذوهم بلاصتي يدي، حيت كنت كنشوف فيهم بزاف. وهو يقول لي الحاج علي السعداني مد يديك خذ الفلوس يا محمد، خذهم. في البلاصه هزيت الفلوس ودرتهم في جيبي وانا كنشوف فيهم. ما متيقش بلي راني هز هاد الخنشات هادو كاملين ديال الفلوس. كانوا رزامي ديال الفلوس ملوين، وما عارفش يقدروا يكونوا شي الاف ديال العمله المصريه الجنيه. وفي هاد اللحظه شاف فيا الراجل بواحد الثبات، وثبت النبره ديال الصوت ديالو ولات جديه ومكالميه. هو يقول لي دابا غادي نعرفوا نهضروا، اسمعني حتى الاخر محمد وحل مخك معايا. هادشي اللي غادي نقول لك دابا ماشي صعيب عليك، بالعكس انت الوحيد اللي تقدر دير ليا هاد الخدمه هادي، وما غاديش نسالك الجميل ديالها والصنيع ديالك، وغادي تاخذ الحق ديالها حتى هو. شفت فيه وانا فرحان وكنت مصمم ندير اي حاجه يقولها لي، وقلت ليه الطلبات ديالك اوامر الحاج علي، قول لي شنو خاصك. قال لي يا مزيان، دابا الفيلا اللي انت جالس فيها واحد الحاجه اللي خاصاني، واحد الحاجه ديالي. القوي ديال الفيلا تحت واحد الاثر كيخاص العائله ديال السعداني وماشي ديال الخولي. بغيت نشري ديك الارض من عند ابراهيم، ولكن هو ما بغاش، وفوق ما نقول له يبيعها لي كيبقى عليا الفيلا اثريه والمواضيع بحال هكا وديك الهضره الخاويه ديالو. وزيد على هادشي كاين واحد الموضوع صعب على هذا. قلت ليه خير ان شاء الله، شنو كاين؟ قال لي انت عارف داكشي اللي كيوقع في الفيلا كل نهار ياك. هنا ما بغيتش نخلط شعبان ورمضان، وبغيت نركز على حاجه وحده وانا نسولو. الناس راه كتكبر المواضيع، كاينين شي حوايج غريبه ولكن ماشي بديك الصوره اللي كتنتقل بين الناس. شاف فيا الراجل بمكره وهو يرتاح في جلسته وقال بواحد النبره مختلفه، الا كانوا الناس كيزيدوا فيها محمد، علاش جبتي كتب السحر وجالس كتفليها ليل ونهار؟ تخربقت وما عرفتش ما نقول، ولكن ما كنتش عارف في ديك اللحظه باللي راه مصيفط مورايا شي واحد اللي كيراقبني. وقف وبدا كيمشي ويجي في الصالون، هو يكمل هضرته. شوف محمد انا ما عزيزش عليا الدور في الهضره بزاف، انا وانت واهل ديال البلده كاملين عارفين باللي راه العيشه في ديك الفيلا صعيبه، وانت وارث الحراسه ديال هاد الفيلا من الاب ديالك وعارف كيفاش تتعامل فيها. ما كاين حتى شي واحد غريب قرب ليها الا وتاذى ياك. قلت لي هو يقول لي دابا مزيان، انا غادي نقول لك داكشي اللي عارفه، وانا عارف بلي راك انت غادي تفهمني. الحاج الخولي كان عنده الكرامات ديالو، وانت فاهمني مزيان بلا ما نحتاج نوضح لك. بلا الطريق ديالي بصعوبه وانا كنقول ليه الله يرحمه، وهو يقول لي الموضوع هو جدي فاش اكتشف الموضوع ديال الاثار ديالنا مشى لعند الحاج الخولي باش يرجعوا له، ولكن الحاج الخولي كان مقتنع باللي راه مادام شرا الارض بداكشي اللي فيها يعني اي حاجه فيها ديالو، ولكن في الحقيقه الاثار ديال عائلتنا حنايا. وهكا بقات المشكله دايما. قلت له علاش الحاج الخولي غادي يدير هادشي؟ هو كان معروف عليه بلي راه رجل تقي. قال لي حتى التجاره ديال الاثار من وجهه النظر ديالو كانت حرام وهضره خاويه. هاد الاثار هذا الا مشيت تتباع غادي يجيب لينا فلوس اللي غادي تامن المستقبل ديالنا وديال ولادنا وديال ولادهم، ويمكن لا هاد البلده هذه كامله. وبطبيعه الحال انت الاول فينا، راك فاهمني. تقديت في جلستي وانا باغي نثبت الوجود ديالي، ودابا فهمت اللعبه مزيان. شفت فيه الغرور بدا كيشد فيا، وانا نقول ليه بثقه الحاج انت باغيني نجيب هاد الاثر هذا بلا ما تشري الفيلا ياك. جلس الراجل قدامي وبدا كيضحك وهو يقول بواحد الصوت فرحان دابا بديتي كتعجبني، الا درتيها امورنا تولي سهله، وديك الساعه خليهم ياكلوا الفيلا بترابها وجنونها لا بغا، وانت يكون عندك بحال داكشي اللي في جيبك دابا فاش تسالي. ضحكت بصوت مرتفع لاول مره قدامه وانا نقول ليه بثقه والحاج هاد الفلوس اللي عطيتيني واخا تيبانو كثار راه ما يكفيونيش ندير ديك الدويره الصغيره اللي كديرها في فرنسا. انا راه باغي نسبه من ديك القطعه الاثريه المدفونه، وهذا العربون هذا اللي عطيتيني علاش ما نخليوش يزيد يتضرب شي 3 المرات. تقد الحاج علي في جلستو غبرات بسيستمتو وما بقاش ليها الاثار فوشو، وناض من بلاصتو ومشى للمكتب ديالو هو كيقول هادشي في شكل كانوا قالوا لي عليك هبيله محمد. قلت ليها الحاج واش انت عارف شنو خصني ندير باش نجبد ديك القطعه الاثريه من داك القبول ملعون؟ لا ما عارفش، ما بغيتش نعرف. اللي باغي انا في هاد الليله هو القطعه ديال عائلتي، ومن غيرها ما سوقي في والو. فلوس يديك غتاخذهم وما تنساش انت شكون وانا شكون وشنو قادر ندير لك انت وعائلتك، ولكن الفلوس اللي عندك دابا غادي نزيدهم لك ونعطيك الاضعاف ديالهم فاش تسالي مهمتك. رجعت جلستي كي كانت في الاول وانا مخلوع من التهديد ديالو ليا. انا عارف الحجم ديالي مقارنه مع واحد في هاد المركز والمنصب وبهاد الفلوس والعلاقات يقدر يغبرني بلا ما يخلي ليا اثر. خصني ضروري نفكر بالعقل باش ما نخسرش الرباح ديالي ولا نادي راسي وعائلتي.
تمسكنت عليه وقلت له انا تحت الاوامر ديالك الحاج، ما نقدرش نرفض لك شي طلب، ولكن انا ابو باغي نخلي لولادي مورايا شي حاجه. قال لي ما تخافش غتخلي، وماشي شويه بزاف، ولكن دابا سير بينا وقول لي شنو قلتي في هذا الشيء. قلت له قلت لا اله الا الله، هو يقول لي محمد رسول الله، نهار عيد ميلاد ولدك محمد غادي تبدا على بركه الله. وهنا بدات الكارثه، دفعت الثمن ديال الجهل ديالي مضوبل في ذاك النهار. كانت محمد كتنظف البيوت ديال الفيلا كيف عادتها كل سيمانه، وانا بديت كنزين الصالون ديال الفيلا. مور ما طلبت الاذن من السي ابراهيم الخولي في التليفون، هادشي باش نمنع الهضره ديال بنادم، وهو وافق بلا ما يناقشني وبلا ما يقول لي والو. وقيلا حيت كان مشغول باستقبال ديال ولدو ادم اللي كانت تولد قبل ايام قليله في الامارات. عيط فيا محمد باش نديرو الحفله بنهار ونسالو الحفله قبل ما يود المغرب، وداكشي اللي كان قدينا كلشي وتخيلنا لشي سوايع بلي رحنا موالين الفيلا وهاد الارض. كان احساس ما نقدروش نوصفوه. بلا شك الفلوس كيعطيو لمولاهم بزاف ديال القوه. مور مساله عيد ميلاد ديال ولدي على خير قبل من المغرب، مشاو الدراري واحد مور واحد ورجعوا لديورهم، ورجعت الحقيقه تبان مره واحده اخرى. بدات محمد كتخمم الفيلا وكترجع كلشي لبلاصتو، بحال تقول راها فاقت من واحد الحلم. وانا تمنيت كون كان عندي داكشي اللي خلينا نرتاحوا في الشيخوخه ديالنا، وقررت ننفذ الوعد ديالي اللي غادي يخليني نعيش مرتاح لبقيه حياتي انا وعائلتي. من مور ما تاكدت من المغادره ديال كل شيء لديك الفيلا، ومن مور ما صليت العشاء، خديت واحد من دوك الكتب اللي كنت شريتهم وبديت كنكتب واحد الطلسم معروف عند السحره والمشعوذين. هذا الطلسم كان ديال طرد الجن الحارس من البيت، وواحد الطلسم واحد اخر كان ديال حرق الجن. بديت كنكتب على الحيوطه ديال الدار كلهم وانا مشغول. دخلت عليا محمد واكتشفت بلي راه الباب ديال الفيلا كان محلول، ولكن انا خرجتها وانا كنغوت وبديت كنكمل داكشي اللي بديتو. غوت عليها باش تخرج وبان عليها القلق من داكشي اللي شافتو. عمرت الحيوطه بهذا الطلسم هذا، وهذاك الشيء اللي كان كيقول داك الكتاب. كتبت هذا الطلسم على اي حد كاين في هذه الفيلا هذه. مور لحظات سمعت الصوت ديال محمد وهي كتدق الباب مشات وكتغوت. ما ديتهاش فيها، ولكن سمعت الصوت ديال ولدي محمد وهو كيغوت مشهد. حبست على داكشي اللي كنت كنديرو وانا مخلوع، ولواحد اللحظات ما عرفتش شنو ندير، واش نجاوب على محمد او نقلب على ولدي. كان الباب ديال الفيلا هو القريب وانا نحليها، وانا نشوفها كتسولني وهي مخلوعه ما شتيش محمد. وفي هاد اللحظه بدا مسكين كيغوت مره واحده اخرى وكيعيط ليا، وواضح بلي راه الصوت جاي من الطابق الفوقاني. شفنا بجوجنا في بعضياتنا وحنا مخلوعين وبدينا كنجريو للطاج الفوقاني. البيوت كلهم مسدودين والصوت ديال ولدي مازال كيغوت بلا ما يحبس. بدينا كنحلوا البيوت كلهم وما كنلقاو فيهم والو، من غير البيت ديال الضيوف. عينا نحلوا فيه ولكن ما بغاش يتحل. كان واحد الصوت كيخلع كيهضر معايا من اللور ديال الباب، وولدي كيغوت وكيطلب الاستغاثه. هادشي اللي كدير فيه غادي يكلفك الحياه ديال ولدك وانت اللي اختاريتي هادشي. فهاد النقطه بالضبط شفت الحجم ديالي الحقيقي في الحياه، وانا نقول له وانا كنرغبو عافاك انا غلطت، انا اللي غلطت، انا غادي نمسح داكشي كامل اللي درت، وانا كنوعدك عافاك يخلي ولدي يخرج، ما عنده حتى شي ذنب فهادشي كامل اللي كيتعاقب عليه. الغوات ديال محمد ما حبسش وما حبستش حتى انا على الرغيب، وانا في نفس الوقت كنحاول نهرس الباب ونحلو. وفي وحده من المحاولات ديالنا تحل الباب باش نشوف ولدي الكبير محمد النهار ديال عيد ميلاده شاد في صدره وكيشوف فيا وهو مستسلم، وفي نفس الوقت كنشوف واحد الثعبان بيض كبير واقف حداه كيشوف فيا بمنكر، وشويه هو بدا كيزحف جهه الشرجم وهو يخرج. جرينا عند محمد وهو كيحتضر، عنقات امه وهي كتبكي وكتغوت، وانا حسيت بقلبي كيتعصر من واحد الالم شديد. ما عرفتش واش غيسامحني الله او لا غادي يلعني بهادشي اللي درت بك ولدي. ما كنت ناوي غير الخير ليك، ولكن ما كنتش عارف بلي راه الشر متلبس في هذه الهيئه هذه. بزاف ديال المرات حاولنا نتخطاو هذا الالم ولكن ما بغاش يمشي. مشى ولدي ضاع مني وسيطر علينا واحد الحزن كبير، وما خرجناش منه غير فاش جا مرتي المخاض وجا مروان. كانت محمد كريمه معايا وسامحاتني، ودازوا الايام ولات ولدات جوج توام من مور مروان، وعشنا في واحد الهدوء. ما كنقربوش لديك الفيلا بالليل كاع، صبغت ديك الفيلا كلها على النفقه ديالي بهذيك الفلوس الحرام اللي كنت خديتها من عند العائله السادات. هادشي كامل وانا كنتمنى شي شويه ديال الرفاهيه، ما كانتش غير واحد النار كتاكل في قلبي كل ليله.